لو اتكلمنا بعض جمهور الاهلي او بعض الجمهور المأجورة اللي هي كل شويه تخش على صفحة النادي، كل ما الاهلي يعمل صفقة: ما احنا عندنا لعيب زيه وعندنا لعيب زيه وده مش احسن منه. يا عم انت مالك؟ ولو النادي ما عملش صفقات تطلعوا تقولوا ايه؟ ده ما عملوش صفقات، بخلة مش عايزين يصرفوا، الخطيب معاهم مخبي في ايه. تنزلوا تديروا انتوا عارفين انتوا ظروف النادي. الناس اللي بتتكلم اللي بتقول مين اللعيبه اللي نجحت مع الاهلي: اكرم توفيق لما رجع من الاعاره نجح مع الاهلي، كريم فؤاد نجح مع الاهلي، قفشه نجح مع الاهلي، محمد شريف نجح مع الاهلي، احمد عبد القادر لما من سموحه من الاعاره نجح مع الاهلي، ياسر ابراهيم رجع مع الاهلي، حمدي فتحي نجح، ديانج نجح، علي معلول بقاله سنين ناجح مع الاهلي. الحمد لله. ايه يعني فرقه كامله. الزملكاويه دول بس ايه، شيلوا الاهلي من دماغكم. انتوا مين نجح عندكم؟ مين بيلعب؟ ما انتوا جبتوا صفقات بالحيل وبتمشوها اصلا من غير مقابل. الناس اللي بتتكلم على مروان عطيه، اللعيب ده من السيزون اللي فات وانا بقول اللعيب ده هيبقى قنبله. انت احكم على اللعيب في الملعب، تحكمش عليه لسه. هو لبس لو حتى هو رابع ولا خامس في الفريق، مسيره ياخد الفرصه ويلعب. حمدي فتحي اول لما جه يعني لعب، ما خد فرصته ولعب واثبت نفسه ان هو يستحق يلعب. حمدي وعمرو السولية بيتصابوا، ديانج ساعات بيتصاب، ساعات انذار، هيبقى ليه دور، هنحتاجه، عندنا بطولات كتير. ما تحكموش وتيئسوا اللاعب كده طول الوقت. نعمل صفقات مش عاجب، ما نعملش صفقات مش عاجب. نعمل لكم ايه؟ تنزلوا تديروا انتوا؟ كله بقى من فني، كله بقى عامل نفسه من بره فيلسوف، ولما بتيجوا تمسكوا فرقه ما بتعملوش حاجه. ما هم بيقعدوا في الاستاد التحليلي يعملوا نفسهم اساطير، ما بيمسكوا الفرقه بيبقوا بطيخه، ما بيعرفوش يعملوا اي حاجه. هو مش بالكلام بالفعل، مش بالكلام بالفعل.